النهاردة هنعمل خطوة مهمة جدا في تحضير الفراخ بتاعتنا قبل ما ندخلها في أي وصفة. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. جبت هنا الفرخة بتاعتي بعد ما غسلتها كويس بالملح والليمون والدقيق، وهبدأ أقسمها كده لأربع تربع. جبت الوركين هنا اللي تحت، وهبدأ أقسم كل ورك أو ربع لقطعتين. ونحاول هنا نشيل الجلد بتاعي مع الدهون دي، بشيلها كلها واتخلص منها، مع الجزء بتاع سلسلة الظهر ده برضو ما بستعملوش. وبعد كده هبدأ أشق كل قطعة بالسكينة كده عشان التتبيلة تدخل فيها بالشكل ده. وبعد كده برضو جبت الصدرين، هقسم كل صدر لوحده وأشيل برضو الدهون مع الجلد. والجزء بتاع سلسلة الظهر هنا برضو مش هستعمله، هركنه على جنب. ولو الصدور عندك كبيرة قطعي الصدر الواحد ل3 قطع زي ما انتوا شايفين، صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وكده يبقى قطعنا الفرخة بتاعتي، اديتني تقريبا 10 قطع. بشق برضو الصدور كده بالسكينة عشان التتبيلة تدخل جواها. وبعد كده هجيب البولة بتاعتي، هحط فيها معلقة كبيرة كده من السكر مع معلقتين كبار من الملح. ولو عندك عود من القرفة حطي، ورشة جنزبيل، بس انا ما كانش عندي. ونزلت عليهم كده بليمونة قطعتها شرايح مع ورق اللورة، وهقلب ده كله كده مع بعض عشان يمتزج الخليط. وبس كده عملنا محلول النقع، واللي هينضف الفرخة وهيشيل اي زفارة او ريحة منها وحشة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، واشوفكم في وصفة تانية باذن الله.